السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الوصفه هي كتغذي الشعر وكتقويه وكترطبو. نتمناها تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش من البارطاج مع احبابكم وصحابكم واللايك والاشتراك. اللي اول مره يشوف هذه القناه فضلا وليس امرا. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. كناخذوا واحد الموزه بنانه كتكون طايبه مزيان باش كتسهل علينا نهرسوها. وكناخذوا واحد مغروفه د العسل، عسل حره. كنهرسوا الموز مع البنان مزيان حتى كيصبح الخليط ناعم. هاد الوصفه البنات راه كتصلح للشعر الجاف، وإلا بغينا نعملوها للشعر الدهني كنخليو نفس العناصر. بالحق كنبدلوا الزيت د الزيتون بزيت الكوك. صدقوني يا البنات هاد الوصفه راه فعاله، كترطب الشعر وكتنقي الفروه د جلد الشعر، كتنقيه من القشره. كنهرسوه مزيان حتى كيرجع الخليط ناعم. وكنضيفوا واحد مغروفه زيت الزيتون كبيره. كنتمنى البنات تعاونونا في هذه القناه فضلا وليس امرا، بس ترجع التفاعل ديالها شويه. كنخلطوا زيت الزيتون والموز والعسل، كنخلطوهم مزيان حتى كنحصلوا على واحد الخليط ناعم. ومن بعد كنزيدوا اصفر بيضه بلديه، يعني المواد كاملين اللي كنستعملوا في هذا الخليط اشياء طبيعيه ما كنخافوش منها، وعندنا موجوده. كل امراه عندها هادشي هذا في الكوزينه ديالها. عفوا منكم. وكنخلطوا مزيان الخليط. وكنوضعوا هذا الخليط على الراس ديالنا. كنبداو بالجلد هاد الشعر هي الاولى، وعاد كندهنوا الشعر وكنشقوا به الشعر مزيان، وكنخليوه واحد 30 دقيقه على الشعر ديالنا، وكنغطيوه بواحد بلاستيكه. كما قلنا البنات كنبداو من جدر الشعر الاطراف، وكنغطيو الشعر ديالنا بواحد القبعه بلاستيكيه، وكنخليو الخليط 30 دقيقه على الشعر ديالنا. ومن بعد كنغسلوه عادي بالماء والشامبوان. راه كتحصل على واحد النتيجه رائعه. وكنعملوه من مره حتى 2 المرات في الاسبوع. كنتمنى هاد الماسك ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش من البارطاج مع احبابكم وصحابكم فضلا وليس امرا. والى فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا البنات.